ريال مدريد يستجيب لشكوى بنزيما بشكل سريع. السلام عليكم واهلا بكم متابعي قناة ريال مدريد وبس وعشاق النادي الملكي. أرجو منكم الاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل أخبار المنينج. استجابت إدارة ريال مدريد لشكوى عدد من لاعبي الفريق خلال الموسم الحالي، على رأسهم القائد الفرنسي كريم بنزيما. ووفقا لشبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد تسيطر عليهم حالة من الاستياء بسبب أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، لكنهم يرفضون الكشف علنا عن هذا الأمر. وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق على وجه الخصوص يشعر بعدم راحة من اللعب على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، ويعتقد أن حالة العشب من الأشياء التي لا تسمح له بإظهار أفضل نسخة من مستواه. وأوضحت ديفنسا سنترال أنه سيتم تغيير العشب عقب مباراة فالنسيا وقبل مواجهة إلتشي بعد أسبوعين في الليغا، وذكرت أن سبب سوء أرضية الملعب يعود إلى فيروس يصيب العشب بسبب الغبار والأشياء غير النظيفة المتواجدة في الآلات التي يتم استخدامها في عملية تطوير للملعب. صرح أنشيلوتي في بداية مؤتمره الصحفي للمباراة عن ضغط الجدول وقال: لا أحب الابتعاد عن المباريات، حتى مع هذا الضغط نلعب في دور 16 من دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس العالم للأندية. وواصل: ما زلنا ننافس على الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، هذا هو مصير ريال مدريد، القتال على كل البطولات، لكن لابد أن يكون هناك حدودا في هذا الضغط الكبير حتى لا يتعب اللاعبون. وعن بديل ميندي المصاب في العضلة شبه الغشائية وغيابه لمدة شهرين وأكثر مع استمرار غياب ديفيد ألابا لعدم الجاهزية، قال: لقد لعب كامافينجا في هذا المركز، كذلك سبق ولعب ناتشو هناك وأدى بشكل جيد. إدوارد لاعب وسط دفاعي رائع وهذا لن يتغير، لكنه يتأقلم بذكاء أيضا على الجانب الأيسر. وتابع تصريحاته: كان من الممكن أن يعود فيران غارسيا ورايو فايكانو، ولكننا نعتقد أن ميندي سيعود سريعا، ومن الأفضل أن يبقى فيران في ناديه لمزيد من التطور في المستوى. ريال مدريد يحسم أولى صفقاته الصيفية، مفاجأة كبرى. تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك من أجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب. وكشفت تقارير صحفية إسبانية على أن إدارة ريال مدريد الإسبانية قد حسمت التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية بالتوصل لاتفاق مع منافسي رايو فايكانو من أجل عودة الظهير الأيسر فيران غارسيا بعد نهاية الموسم الحالي. وتسعى إدارة نادي ريال مدريد لعودة فيران غارسيا، خاصة بعد إصابة ميندي الظهير الأيسر للفريق الملكي في العضلة شبه الغشائية في الساق اليسرى، ومن المتوقع غيابه لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع. وكان ريال مدريد يرغب في استعادة فيران غارسيا من قبل رايو فايكانو وفقا للعقد المبرم في عام 2021 بين الناديين بدفع قيمة 5 مليون يورو لعودة اللاعب. وتحدث راؤول مارتين بيريس رئيس نادي رايو فايكانو خلال تصريحات لإذاعة كاديرو كوبل الإسبانية، حيث قال: ريال مدريد تصرف مثل النبلاء، لم يفعل من استعادة اللاعب رغم مقدرته بذلك. وأضاف: سينتقل فيران غارسيا إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، لقد تواصلنا لاتفاق بالفعل معهم، فهم يعتبرون اللاعب له مستقبلا كبيرا.